السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة الطاسة بالجبنة الرومي. وادي شكلها بعد ما استوت. شايفين الجبنة سايحة ونايحة فيها ازاي؟ انا بوريها لكم عن قرب عشان تشوفوا شكلها. الفطيرة دي ممكن للغدا، للفطار، للعشاء. للغدا ممكن نزود لها لحمة مفرومة بقى، ونزود لها مثلا فراخ، ونزود لها حاجات زي كده. لكن احنا بنقول عشان كالعشاء او الفطار بتبقى خفيفة. بالنسبة للمقادير 120 جرام من الدقيق. معانا 60 ملي من المية اللي من 60 ل70. خلاص، ومعانا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة ملح اللي انا حطيته في الاول ده. وهبتدي ان انا اقلب العجينة، ولا فيها خميرة بقى. ما فيهاش اي خميرة ولا اي حاجة، هي البيكنج باودر والملح، ما فيهاش سكر ولا اي حاجة. وابتدي ان انا اقلبها كده واعجنها، وهحط حتة مكعب زبدة بس كده وانا بعجن العجينة. طبعا المية ننزل بها تدريجي عشان ما تزيدش مننا. هنا بقى حطيت الزبدة. اول ما بحط الزبدة بقى بتسيح بقى وتحس انها باظت. ابتدي ان انا يعني ابتدي ان انا اعجنها. بس هي يعني للأمانة احتاجت مني معلقتين من الدقيق. خلاص وعادي مفيش مشكلة، يعني زودت لها دي واتظبطت معايا. ادي شكلها بعد ما اتعجنت اهو. بوريكم تاني اهو عن قرب. طرية وناعمة جدا وجميلة. وهسيبها تستريح بقى. هنا كانت ارتاحت خلاص. وهقسمها على 3 كور. فحطيت دي كده، رشيت دي زي ما انتوا شايفين. عفوا. وابتديت ان انا ايه، افردها زي رول كده. وهجيب المقطع وابتدي ان انا اقطعها 3 قطع. خلاص. وهبتدي ان انا اكورها. وهبتدي ان انا اشتغل فيها بقى. ممكن لو سيبناها تستريح 5 دقايق يكون طبعا افضل. اهو زي ما انتوا شايفين. على فكرة ما خدتش معايا وقت خالص، يعني خلصت معايا في نص ساعة. ساعة الا ربع بالكتير قوي كانت خلصانة. وابتديت ان انا افردها زي ما انتوا شايفين دايرة كده. وطبعا عندنا، انا نسيت اقول لكم ان عندنا حبة زبدة زي ما انتوا شايفين اهو. سيحتهم وحطيت كده على وش الفطيرة. ودي حبة من الجبنة الرومي، يعني جبنة رومي مبشورة. انا ابتديت ان انا احطها على وش الايه الزبدة. وقفلتها زي الظرف كده. هوريك واحدة تانية. بس الجبنة الرومي دي مش مبشورة، انا اللي قطعتها كده على ايدي بالسكينة. طبعا لو يستحسن تكون مبشورة هتكون احسن وانعم. لان دي بتعمل زي خرام كده في العجينة اللي هي اللي انا متقطعة بالسكينة دي. ادي واحدة تانية فردتها. طبعا ما ننساش الدقيق ضروري. وزي ما انتوا شايفين احط حبة رشة من الزبدة السايحة كده بالفرشة اهو. طبعا العجينة جميلة جدا اهو. حطيت مليتها كلها من الزبدة. وهبتدي ان انا ارش عليها الجبنة الرومي واطبقها من ناحيتين. وبعد كده ابتدي من الاطراف برضو اطبقها زي كظرف كده زي ما انتم شايفين. وابتدي اضغط عليها كده بالنشابة عشان تتفرد معايا. سهلة جدا جدا الطريقة. نعمل. وعملت التالتة بقى مع نفسي. وجبت الزبدة في طاسة كده على النار وكانت الطاسة سخنة. وجبت الفطاير دي. وابتديت ان انا ايه، اسويها على الطاسة. سريعة جدا بقى، ولا فرن ولا غيره. اهو. طعمها حلو قوي يا جماعة. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة للي ما اشتركش، وتعملوا لي اللايك. اهي بسويها على نار طبعا متوسطة. ما بعليش النار قوي عشان طبعا تستوي من جوه. ما تكونش عجين بقى وكده وتضايقنا في الاكل، لا. زي ما اهو بالراحة. مهم. ودي التانية. طبعا على النار بتبقى طرية. من فوق على عين البوتاجاز بتبقى طرية. وكمان سريعة. ادي شكلها واحدة اهي من اللي طلعوا. هما صغيرين حبة صغيرة، يعني انا محبتش ان انا اكتر.
اهو حبة زبدة، اللي عايزين لو عايزين تحطوا حتة سمنة بلدي تسووها فيها ماشي، او زيت برضو عادي جدا. بس الزبدة مع الجبنة الرومي بتبقى لايقة اوي يا جماعة، بتبقى جميلة بجد، وطعمها حلو اوي ولذيذة كده طعمها بجد. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ شكلها حلو جدا جدا. ادي التالتة بقى، كل ما نسيبها تستريح هتنفخ معانا في التسوية. اهي ادي شكلها. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. شايفين الشكل النهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.